ازرع ولا اعالج؟ مين اللي بيسأل السؤال ده يا جماعه؟ اللي بيسأل السؤال ده اللي هو عنده كثافه غير مرضيه، يعني كثافه شعر 40% فيما دون، ولكن لسه عنده شعر قديم متبقي. وهنا طبعا هو بيقع في حيره، هل هو في مرحله ان العلاج الدوائي يجيب معاه نتيجه فما يزرعش، ولا يزرع تمام كده وده ممكن يضر الشعر القديم ويبقى خسر شعره القديم ووصل بعد الزراعه لنفس النتيجه اللي هو عليها، وبيفضل يلف ويسمع من كل دكتور كلام مختلف وكلام مخالف لرأي الدكتور اللي قبله، وبيفضل طبعا داخل في دايره مغلقه ومحتار مش عارف يصدق مين ويكذب مين. هو الموضوع بسيط يا جماعه، احنا الاول بنجيبه هنا بنفحصه. طيب بعد الفحص بنتاكد ان هو التساقط عنده استقر، يعني لسه مفيش شعر بيقع بالفحص الموضعي. طيب تمام، الراجل ده اكيد مشى علاج دوائي وبطل العلاج الدوائي، وبعد ما بطل العلاج الدوائي ورجع له تاني ما حصلش تحسن، فهو تقريبا ثابت على الحاله دي كثافه متدنيه ولكن صلع غير مكتمل. في الحاله دي انت علاجك الاثنين، هزرع لك بما لا يضر شعرك القديم، وطبعا دي محتاجه احترافيه كبيره جدا في التكثيف البيني عشان نقدر ان احنا نحط الجرافتات بتاعتنا من غير ما نأذي الشعر القديم. وفي نفس الوقت بعد الزراعه همشيك على بروتوكول علاجي يثبت الشعر ما يحصلش تساقط تاني، ويديك كمان نتيجه كويسه جدا للزراعه زي ما هنشوف في الحاله دي. هي كانت تعتبر يعني ديفيوز باترن، هو كثافه قليله في كل راس تقريبا. كثفنا الفراغات دي بالزراعه ومشينا على بروتوكول علاجي لمده 8 شهور. الحمد لله كانت النتيجه كويسه جدا، قدرنا نحافظ على الشعر القديم. ولما تدخل بقى الشعر القديم مع الشعر المزروع حصلنا على التحفه الفنيه اللي انتوا هتشوفوها في الفيديو دي. كثافه حلوه جدا، خط شعر طبيعي جدا، كانه الحمد لله ما عداش على الصلع اصلا من الاول. وهنا ده بقى الفرق اللي بيبين حقيقي فعلا الخبره والاحترافيه في التعامل مع الحالات المختلفه، وانت تقدر تحقق باي شكل ممكن النتيجه اللي ترضي العميل من غير ما تكلفه وقت وفلوس علاج على الفاضي.